ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وسيشن جديده باذن الله رب العالمين. ديسكفر مع بعض برايم 2. هنراجع ان شاء الله الشابترز مع بعض، هناخد الكويز بتاعها نحله بحيث ان احنا نلم اكبر عدد من الاسئله الخاص بكل يونتس. دي اهم الاسئله اللي في اليونتس كلها، واعتقد ان الكويز كافي ان الولد يقدر يحل على كل شابتر مع بعض. النهاردة هنبدأ بشابتر 2 مع بعض، ويلا بينا نشوف الأسئلة عندنا بتقولي put true or false. ده علامة صح أو غلط. أول حاجة بيقولي I have some responsibilities in my family. أنا عندي بعض المسؤوليات في العائلة بتاعتي. صح أكيد true. Ignoring my classmate is an example of cooperation at school. ان انا اتجاهل الكلاسميت بتاعي اللي هو زميلي من امثلة التعاون في المدرسة. لا طبعا ده غلط. Apologizing is from strategies for peace. for peace. الاعتذار من نظرية السلام. طبعا صح. good citizen should not be respectful. المواطن الكويس او المواطن اللي اخلاقه تمام يعني مفروض ان هو يكون مش يعني مش محترم يعني. اكيد فولس. اول حاجة عندي بيقول لي هنا تشوز، هنختار من عمود ايه لعمود بي. سريعا كده مع بعض يلا بينا. we should classify our activities into priorities and not priorities. مفروض ان انا اقسم الاولويات بتاعي في الانشطة بتاعي في شكل اولويات ومش اولويات، عشان مفروض ان ايه، عشان manage our time، ان انا اتحكم في الوقت بتاعي. ما ينفعش اروح اعمل حاجة مش مهمة واسيب حاجة مهمة، فلازم اشوف الاولويات بتاعي. priorities يعني اولوياتي. رامي has troubles in his homework. رامي عنده مشكلة في الهومورك بتاعه. مفروض ان هو يعمل ايه؟ مفروض ان هو he can ask for help from her mother، ان هو يطلب المساعدة من مامته. using polite words is ان احنا نستخدم كلمات محترمة او مؤدبة. ده مفروض ايه؟ we to be respectful، ان انا اكون، دي طريقة ان انا اكون محترم. تمام. يلا بينا نكمل بقية الاسئلة بتاعي. بيقول لي هنا complete the following sentences using the words. عايزنا ان احنا نكمل القطعة دي من الكلمتين دول. هو طبعا دي شوية تعريفات كانت مفروض عندهم في اليونت نفسها. تمام، بس دي اهمها يعني. بيقولي to be not you should tell the truth all the time. مفروض ان احنا نكون واجب علينا ان احنا نقول الحقيقة. دي مفروض ان ده ايه؟ الهونست، الامانة. تمام، عشان ان انا اكون امين لازم ان انا اقول الحقيقة طول الوقت. at school we can cooperate with our classmates by not materials together politely. المفروض ان انا في المدرسة اكون متعاون مع زمايلي الكلاسميتس بتوعي. ازاي؟ بان انا اتشيرنج، ان انا اشارك ادواتي معاهم بطريقة كويسة، طريقة محترمة. تمام. هنا بيقولي منس. طبعا هنا بيقولي choose the correct answer، عايزنا نختار الإجابة الصحيحة من الاتنين دول. بيقولي هي معناها منس، يعني ما يبتديها لي كده وجايب له نقط، يبقى ده تعريف حاجة. تمام. منس the problem we face between us and another person. لما يكون مشكلة معناها ان المشكلة بتتواجه بيننا وبين شخص اخر. ده مفروض ان هو حاجة اسمها conflict هو الصراع. تمام. priority is an activity that I not do. اكيد must، الاولوية والنشاط مفروض ان انا اكيد هعمله، يبقى واجب علي ان انا اعمله. must بنستخدمها للضرورة. تمام. يلا بينا نشوف اخر سؤال معانا في الكويز. بيقول لي help Rana to manage her time by choosing the activity she can do. ساعد رنا في ان هي تتحكم في وقتها او تدير وقتها عن طريق اختيارها للاكتيفيتي اللي مفروض تعمله. بتقول رنا هنا I have 20 minutes so I can، انا معايا 20 دقيقة فقط، لذلك مفروض اعمل ايه؟ مفروض ان هي هنختار من البيكتشرز اللي تحت دي. اول حاجة بتقول مفروض spend 25 minutes playing with toys. مفروض ان انا اقضي 25 دقيقة في ان انا العب بألعابي.
ولا spend 20 minutes studying ان المفروض ان انا اقضي 20 دقيقة في المذاكرة، ولا spend 30 minutes watching TV وان انا المفروض اقضي 30 دقيقة في ان انا اتفرج على التلفزيون. اكيد طبعا هتبقى نمبر بي، لانها هي بتقول spend 20 minutes studying ان انا المفروض اقضي 20 دقيقة في المذاكرة، اكيد مش في اللاب ولا في الفرجة على التلفزيون. ده كويز 1، ده كويز على شابتر 1، ده كويز على شابتر 1 في ديسكفر برايم 2. هنزل بقية الشابترز بإذن الله. انا شايفة ان الاسئلة دي كافية جدا ان الولد يحلها. تمام، تقدري ان انتي تسأليها له وتقدري ان انتي تطبعها له. لو حابين ان انا انزلها لكم ما عنديش اي مشكلة خالص. مستنية كومنتاتكم ومستنية الاشتراكات ومستنية اللايكات ومستنية اسئلتكم بخصوص المواد اللي شايفين فيها مشكلة. هنزلها لكم بإذن الله ريفيجن سريعة، مراجعات سريعة. مش عايزة الماميز تقلق خالص. الامتحانات ان شاء الله هتكون سهلة لانها طبعا دي تعتبر اول تجربة، فالامتحان اكيد هيجي سهل باذن الله رب العالمين. ودينا بنحاول نلم الدنيا مع بعض بان احنا بنحل الكويز بتاع كل شابتر مع بعض. تمام، انتظروني في فيديو جديد ومراجعات جديدة جاية كتير قوي باذن الله رب العالمين. مع السلامة وهتوحشوني.